كأس العالم سيعيده إلى أوروبا، وريال مدريد وبرشلونة على موعد مع مواجهات مرتقبة تجمعهما بالساحر المغربي الذي يستعد لرقصته الأخيرة قبل موعد مونديالي مع المغرب قد يكون كرزة توضع على كعكة مسيرته. وهذه الرقصة الأخيرة لزياش ستكون في الدوري الإسباني، إذ يوشك اللاعب المغربي حكيم زياش على الانضمام إلى نادي إلتشي الإسباني رغم إغلاق سوق الانتقالات. بعد رحيله عن التحيل القطري دخل إلتشي في مفاوضات مع زياش واقترب من الاتفاق بعد أن وافق اللاعب على تخفيض طلباته المالية. يأتي هذا التنازل من زياش رغبة منه في العودة للعب في الدوريات الأوروبية الكبرى، وذلك لضمان مكانه في قائمة المنتخب المغربي لكأس العالم 2026. فهل تتوقع نجاح أسد الأطلس في الدوري الإسباني واستعادة نسخة الماضي التي تاهت مع السنوات؟